السلام عليكم الخوت، معكم سمير فوت. اليوم غادي نهضروا على تداعيات ما وراء الديربي، تصريحات وكلاشات مع الصحفي المقتدر بالعودي. بالعودي يؤكد أن بعض جماهير الوداد طالبت بالحديث عن قضية بدر بانون. النقاش كان حول تصريح بانون المرتبط بأولمبيك أسفي واللاميرات. يرى أن الناس ركزت أكثر على شنو قصد بانون وليس فقط شنو قال. يعتبر أن تصريح بانون فيه نوع من التنقيص من أولمبيك أسفي، لذلك من حق جماهير أسفي أن تغضب أو تشتكي. بالعودي شدد أن بدر بانون معروف بالأخلاق والاحترام، أكد أنه لا يعتبره شخصا قليل الآداب أو صاحب تصرفات لا أخلاقية. أوضح أن بانون ربما أخطأ في التعبير لكنه لم يقصد الإهانة المباشرة. أشار إلى أن بانون نفسه خرج للتوضيح أنه لم يكن يقصد الإساءة. بالعودي اعتبر أن ما قاله بانون مجرد تصريح يمكن الاختلاف معه. في المقابل يرى أن بوشتا قام بحركة لا أخلاقية أخطر بكثير. انتقد لجنة الأخلاقيات لأنها لم تتحرك تجاه بوشتا رغم أن تصرفه لا يمكن مشاهدته مع العائلة أو الأطفال. اعتبر أن هناك ازدواجية في التعامل مع الملفات. طرح تساؤلات حول سبب صمت لجنة الأخلاقيات في بعض القضايا. ذكر ملفات أخرى ما زالت معلقة: قضية 15 مليون، قضية الحكام، قضية التزوير اللي تحدث عنها الوزاني. طالب بأن تكون القرارات شفافة وعادلة على الجميع. انتقد الصفحات المحسوبة على الوداد بسبب الكلاشات. حمل المسؤولية لهشام أيتمنى باعتباره رئيس النادي. قال إن الإدارة لو أرادت إيقاف هذه الحملات لاستطاعت ذلك. اعتبر أن هذا النوع من المحتوى يزيد الاحتقان بين الجماهير. ودابا نخليكم مع الفيديو كامل ديال الصحفي بالعويدي. السلام عليكم وتحية للجميع. يعني وصلوني ميساجات بزاف من عنده جمهور ديال الوداد، شفت ما هضرتيش على بانون، بغيناك تهضر على بانون. علاش زعما حيت بانون رجاوي ما قدرتيش تهضر، والحال ماشي هو هذا. انا تفاديت نهضر على بانون حيت ما فهمتوش اش قال على اللاميرات. يعني علاش قال لي ديك الهضره ديال ما تبقاش دير هذا الشيء اللي كنتي كدير في اسفي اولا ديال اسفي، ومع العلم ان بدر بانون قال لي راه كتلعب فرقه كبيره اللي هي الوداد، بمعنى الوداد ما مقيوسين في حتى شي حاجه، ولكن كاع الوداديه لا هضر على بانون كبر بالوداد وقال الوداد فرقه كبيره. الا شي ناس خصهم يتقلقوا، واخا ما عارف انا علاش زعما اشنو قصد بانون، ماشي علاش قال اشنو قصد بانون بديك الهضره اللي خصهم يتقلقوا هما الناس ديال اولمبيك اسفي، وراه داروا بلاغ. وداكشي اللي قال بانون ما متفقش معاه وما قالش يعني شي حاجه اللي ما نقدروش نسمعوها، مثلا خادشه للحياه ولا شي حاجه. قال ليه ما تبقاش دير داكشي اللي كنتي كدير في اسفي، ديرو فعلا فيه تنقيس الاولمبيك اسفي ولا الناس ديال اسفي، وفعلا ان من حقهم انهم يتقلقوا. ولو ان بدر خرج ووضح وقال بان ما كانش يقصد الاهانه، وحنا كنعرفوا اخلاقه، كنعرفوا مستواه، كنعرفوا كيفاش داير. بمعنى ماشي انسان اللي قليل الاداب ولا شي انسان اللي يعني كتصدر منه حركات لا اخلاقيه في المباريات، ولا شي انسان كيبان يعني غير ناضج. معروف في الاوساط بان بدر بانون انسان محترم، انسان بعقله. صدر منه داكشي اللي هو صدر واللي ما متفقينش معاه واللي ربما خصو يتفاداه، ولكن ما عرفتش على شنو دخل ديال الناس الوداد في هذه المساله، وعلاش كيصيفطوا الميساجات تهضر على بانون. انا مختلف مع بانون طولا وعرضا في داكشي اللي قال، لانه اصلا هو قال لك ما قاصد يهين حتى شي فرقه. وحتى الا بغاو الناس الاولمبيك اسفي يمشيو للاخلاقيات، حقهم يمشيو للاخلاقيات ويقولوا بدر علاش قال ديك الهضره وفيها تنقيس وفيها كذا وفيها كذا، ولكن راه ما فيهاش اساءه اخلاقيه بالدرجه اللي شفنا دار بوشتا، واللي لحد الساعه باقا لجنه الاخلاقيات ما عرفناش اللي مفروض انها تفاعل في الحين ديالو مع ديك الحركه لا اخلاقيه. ما هضرتوش على هذه المساله، ما قلتوش علاش لجنه الاخلاقيات تعطلات بوشتا اللي دار واحد الحركه اللي ما يقدر نشوفها لا انا، وما نقدر نشوفها لا مع ولادي، ما نقدر نشوفها لا مع والديا، ما نقدر نشوفها في حتى شي كنت. اما بدر بانون راه كلشي يقدر يسمع داك التصريح عادي جدا، قال واحد الكلام ما متفقينش معاه وما كان ايدوش فيه، ولكن ماشي حركه لا اخلاقيه. هادشي علاش بغيت نهضر بانون، حيت هضرت على بانون خصني نجبد كلشي، وبلا ما نتكلموا على هاد الكلاشات اللي باقي دابا سميتو الصفحه ديال الوداد دابا كتلوح فيهم. وللاسف اللي انا كنحمل المسؤوليه في هذا الشيء لايتمنى بالدرجه الاولى، لان ملي بغى يقول لهم حيدوا الكلاشات راه حيدوهم. بالنسبه لي الديجيتال الناس خدامين عند الوداد كيغيروا على فرقتهم، يقدروا يديروا حاجه، ولكن الناس اللي هما اللي عقلاء واللي بالدرجه الاولى المسؤول ديال الفريق اللي هو السي هشام ايتمنى والناس اللي معاه ملي تحيدوا الكلاشات من الجانبين. وانا عجبني سي طارق بوخاري الممثل الفنان ديالنا ملي خرج وتكلم وقال بان خصنا نوصلوا لواحد النيفو عاد نتقبلوا الكلاشات، عاد نبداو نشوفوا الكلاشات. انا متفق معاه، باقي ما وصلناش النيفو لان ناكلوا الكلاشات من هنا لهنا، ولكن كل واحد كيعبر على المستوى ديالو. حتى نهار 4/4
الديربي التاريخي اش قال لهم السلامي في الفيستير؟ اش قال اللعابه؟ قال لهم اسمعوني، اللي غلب يعف، وما تقولوا حتى شي تصريح كيسيء الوداد. قمه ديال الاحترام، قمه ديال الاداب، قمه ديال الاخلاق. هذا راه ديربي تاريخي العالم كله تفرج فيه، والتاريخ باقي كيهضر عليه، والعالم باقي كيعتبره واحد من احسن الديربيات في العالم وفي التاريخ. وما قالش لهم خرجوا ولا نشطوا ولا درتوا اللي بغيتوا، ديروا اللي بغيتوا، حيدوا عليكم الضغط. قال لهم اللي غلب يعف، واحترموا الوداد واحترموا اللعابه ديال الوداد، وحتى واحد ما خرج شي تصريح. اما هذا راه ديربي بطوله عادي جدا، كيف كتربح الوداد كيف كتربح الرجاء. يعني بعيد على اننا نديروا هاد الكلاشات وهذا المستوى ونزيدوا نشحنوا الاجواء ونديروا، لا، ماشي هذا هو المستوى. هذا مستوى كيعبر على هذاك عدم النضج ديال المسؤولين ديال الوداد، وعلى ذاك الحلم اللي كان عند سي يتمنى واحد النهار يربح يعني الرجاء. حقق الحلم ديالو، ولكن ابان على واحد المستوى غير مقبول نهائيا. ما يمكنش يكون رئيس بهذا المستوى ينزل لهذا المستوى، وصبحات نزل لهذا المستوى، شي كيشرب في الحليب، شي هذا مستوى ضعيف جدا. لان ربحتي ماتش وربحتي ديربي، وديربي مهم، كان عادي. خص يبقى الاحترام للخصم، يبقى احترام للمنافس كما بغى يكون. ما مقبولش حتى من الرجاء هذوك الكلاشات، انا ما بغيتش ندوي عليهم لان في الحين ديالهم لا من هنا لا من هنا. ملي تحيدوا قلنا الحمد لله، تحيدوا، خرجوا الناس العقلاء هضروا باش ولا تكلموا معكم باش تحيدوا داكشي، حيدوهم. ولكن ما نعاودوش من بعد الماتش نبداو عاوتاني في كلاشات ومسرح الجريمه وطاطا وهذا، لان هذا كيعبر على مستوى ديال واحد الناس. للاسف سقطوا المره الاولى فهذاك وداد الامه، ما بقاتش اولاد العربيه مع اولاد المدينه، ما بقاتش وليدات الامه، ولات وداد ولاد المدينه. وهذا ما مقبولاش لا من هذا الجانب لا من هذا الجانب. حتى من الرجاء ما مقبولاش، حتى ولو روحوا الرجاء ما مقبولاش، لاننا خصنا نحترموا بعضياتنا. بركه من الاحتقان. احتقان هو اللي خلانا اليوم كنشوفوا ديربي بلا جمهور، كنشوفوا ديربي ميت بلا جمهور بلا كره بلا حتى شي حاجه. ماشي هادشي اللي كنقلبوا عليه. كنقلبوا على ان الديربي يكون فيه الكره، وتكون فيه الحيويه، ويكون فيه الاحترام، وما يكونش فيه تصريحات بحال اللي دار بدر ولا السبان والمعيور اللي دار مترجي. شكون اللي صعب؟ داكشي اللي دار بدر ولا اللي دار مترجي؟ الصمطه لتحت. هذا هو الاخلاق والمستوى اللي كنتكلموا عليه. الا بغيتوا تهضروا حيدوا العاطفه وهضروا بالمعقول وبالموضوعيه. هادشي علاش ما بغيتش نهضر، لان عاوتاني غيقول كيدافع على الرجاء. بوشتر هذا راه قد راسو، باقا لجنه الاخلاقيات كاع ما هضرت معاه لدابا، بغات تسوقوش ليه. اللجنه ديالاش ديال الاخلاقيات، الاخلاق، وباقي ما هضروش معاه، واخا استمعوا ليه لحد الساعه باقي ما داروا معاه حتى شي حاجه. لافير ديال الزوير اللي هضر عليها الوزاني، لجنه الاخلاقيات راه استمعت للغازي واستمعت للنجيب اللي هو استمعت ليه كطرف شاهد، وباقي لحد الساعه ما دارت حتى شي حاجه. وزيد ما بغيناش نهضروا على هذه الاشياء، لان لجنه الاخلاقيات عندها سميتو الملفات خصها ترونشي فيهم كما بغاو يكونوا هاد الملفات. حتى في الملف اللي باقيين كيخرجوه دابا ديال 15 مليون، والحكام خصها ترونشي فيهم، ولو يكون الرجاء طرف، باش نقيو هاد الواقع، وباش الممارسه تكون ممارسه شريفه وفيها الاحترام وفيها الشفافيه. اي موضوع خصو يكون، ماشي واحد دايره قد راسو لحد الساعه دايره في رمضان وما شنو، لحد الساعه باقي ما تعاقبش. كيفاش بغينا اش من نموذج كنسوقوا، اش من نموذج كنعطيو؟ واحد كيسب وكيخصب الهضره، وواحد كيجي كيصيفط لي ميساج يقول لي هضر على بانون وهضر على مترجين تانيت. هضر على داكشي اللي هذاك السبان والمعيور اللي قال. عجبك هذاك الشيء؟ ترضاه انت تسمع داك الشيء؟ ترضاه لراسك ولا ترضاه شي واحد من عائلتك ولا والديك يسمعوا داك السبان والمعيور؟ ايوا هضروا. انا عندي بحال الرجاء بحال الوداد، خص الاحترام يكون من الجانبين ومن الطرفين بجوج. واخا نبغي الرجاء ولكن خص تكون الاحترام، ما نبغيش شي حاجه تصدر من الرجاء اللي تخدش الصوره ديال الرجاء كما بغى يكون هذا اللاعب ولا كما بغى تكون هذا المسؤول، وكذلك من الوداد. ولكن للاسف داكشي اللي كيديروا الوداد دابا في الصفحه دون المستوى، وكيعبر على مستوى هزيل جدا، وكيعبر على واحد عدم النضج عند المسؤولين، وهذا الشيء ما مقبولش وغيزيد غير في الاحتقان. تحيه للجميع. وفي الاخر نتمنى يكون الفيديو نال رضاكم، وما تنسوناش بلايك واشتراك فضلا وليس امرا.